وبعد توقف الدوري واعلان فيتوريا لقائمة المنتخب الوطني من اللاعيبة المحليين استعدادا لمباراة بلجيكا اللي محدد اقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري، استعدادا للمنتخب البلجيكي للعب في نهائيات كاس العالم 2022 قطر الدوحة السنة دي. اهلا بكم اخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من استوديو مومادا. قبل ما نبدا حلقتنا مش عايز افكرك فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا حلقتنا. طبعا بعد الاعلان عن توقف الدوري من يوم 3 نوفمبر حتى يوم 18 واللي هو يوم مباراه المنتخب الوطني مع المنتخب البلجيكي، واعلان قائمه منتخب مصر من اللعيبه المحليين، عايزين نتكلم شويه مع بعض عن الاسامي اللي اختارها فيتوريا لمعسكر المنتخب الوطني من اللعيبه المحليين، واللي هم في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد عواد، محمود جاد. هنختلف او نتفق في مركز حراسه المرمى، هنلاقي لا مفيش كلام كتير. محمد الشناوي طبعا حارس النادي الاهلي وحارس مصر الاول، والجدير ان هو يكون حارس مرمى المنتخب الوطني. محمد عواد وبعد تألقه مع النادي الزمالك الفترة الأخيرة واستحقاقه إن هو يكون طبعا موجود في المعسكر مع المنتخب الوطني. ومحمود جاد اللي اختير قبل كده كذا مرة في كذا معسكر للمنتخب. ده بالنسبة لحراسة المرمى. نيجي لخط الدفاع، خط الدفاع اللي فيه كلام شوية كلام كده عليه. اللي اختار فيه فيتوريا عمر جابر، أكرم توفيق، محمود متولي، باهر المحمدي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حسين السيد، عبد الله جمعة. طيب عايزين نتكلم شويه بقى في خط الدفاع واختيارات خط الدفاع، وعايزين نعرف هي جايه من على انهي اساس. تعال نشوف اول لعيب معانا في خط الدفاع الا وهو عمر جابر. انت عمر جابر مختار على انهي اساس؟ يعني شايف ايه في عمر جابر الفتره الاخيره عشان تختاره لقائمه المنتخب؟ ايه؟ لعب مع الزمالك اخر كام ماتش ما شفناش اداء يستحق التواجد مع المنتخب. يعني ما شفناش اداء لعمر جابر ان هو يستحق ان هو يكون لعيب في منتخب مصر الفتره دي. عمر جابر اللي لو كان لعيب جامد وكان لعيب يستحق ما كانش بيراميدز سابه. عمر جابر اللي من ساعه ما رجع للزمالك ما شفنالوش تاثير، ما شفنالوش اضافه، بالعكس ده وجوده يعتبر زي عدمه. ده بالنسبه لعمر جابر. طبعا مفاسة اكرم توفيق التي لا تشوب عليه شائبه، كل الاستحقاق ومفيش حد يختلف على ان اكرم توفيق لازم ان هو يكون موجود في قائمه المنتخب. محمود متولي نفس الكلام، مش عشان اهلاويه بس اتفرجوا على اخر اداء للعيبه ديت الفتره اللي فاتت، تقدر بنفسك تحكم اذا كان اللعيب ده يستحق ان هو يكون موجود في قائمه المنتخب ولا لا. باهر المحمدي الى حد ما يستحق انه يكون موجود. باهر المحمدي يعتبر هو شايل خط دفاع النادي الاسماعيلي. باهر المحمدي اللي دخل معسكرات كتير قبل كده مع المنتخب الوطني، اللي شارك كتير مع المنتخب الوطني، وعلى ما اعتقد وعلى حسب برضه الاداء اللي شفناه المباريات الاخيره باهر المحمدي هو اتقل لعيب في النادي الاسماعيلي حتى الان ويستحق التواجد في قائمه المنتخب. حسام عبد المجيد رغم صغر سنه الا انه لاعب في المنتخب الوطني الاولمبي، وعلى الاداءات اللي اداها الفتره الاخيره ينفع يكون موجود في المنتخب، وينفع يكون موجود كبديل في غياب طبعا محمد عبد المنعم بعد اجراء جراحه في الانف اللي غاب على اثرها الاسبوعين او ثلاثه، وقلنا الكلام ده في فيديو قبل كده. فيستحق فعلا حسام عبد المجيد ان هو يكون موجود. نيجي بقى اللعيب اللي عليه لغط كتير وعليه كلام كتير، كابتن محمود علاء. كابتن محمود علاء اللي من الموسم اللي فات وما بنشوفوش مع نادي الزمالك اصلا نظرا للاصابه، رجع من الاصابه، فيريرا ما بيلعبوش ما بينزلش، وصلنا لنهايه الموسم وفي موسم الانتقالات بنشوف محمود علاء بينتقل الى نادي الاتحاد السكندري. محمود علاء اللي بادئ بدايه غير مبشره مع نادي الاتحاد السكندري، شفنا له مباراتين، في اول مباراتين راجل فاقد شعوره، راجل محطوط تحت ضغط نفسي وعصبي مش طبيعي طبعا بعد الاحداث اللي حصلت له الفتره الاخيره من خروجه لنادي الزمالك ووجوده في فريق الاتحاد. شفناه في مباراه الاتحاد السكندري بياخد طرد تأديبي بعد ما دخل طبعا على لعيب بعنف، مش مشكله دي كوره وده بيحصل، بس شفنا بعد ما الحكم جه يتعامل معاه محمود علاء كان تصرفه عامل ازاي، وده ان دل يدل ان اللعيب
مش قادر يتحكم في اعصابه، نفسيته تعبانه، عنده ضغط نفسي، عنده ضغط عصبي. فالفتره دي ما ينفعش محمود علاء يكون موجود في المنتخب. انت واخده كبديل ماشي، بس هو اصلا ما ينفعش يكون موجود في المنتخب، معلش. في عز النفسيه اللي هو فيها او في عز الضغط اللي هو فيه، انت هتاخده وتنزله كبديل مش هيعرف يأدي لك. انت رايح تلعب بلجيكا، انت ما بتلعبش فريق افريقي على قد ايديك، يعني مش عارف، انت رايح تلاعب بلجيكا. انت مدرك يعني ايه بلجيكا؟ انت فاهم يعني ايه ان انت هتلاعب بلجيكا؟ انت مش رايح تتهان. بلجيكا اللي بتستعد لنهائيات كاس العالم، بلجيكا اللي الماتش ده بالنسبه لها هيعتبر كانه ماتش رسمي. بلجيكا مش هتلعبك ماتش ودي، فانت واخد لعيبه معلش مش هتقدر تقاوم الريح زي ما بيقولوا. ده بالنسبه طبعا محمود علاء اللي بنتمنى ان هو يرجع تاني زي ما كان محمود علاء مع الزمالك. محمود علاء لعيب كويس جدا، عنده فنيات كويسه جدا، بس طبعا الفتره اللي فاتت دي كانت عليه ضغوط جامده جدا، كانت نفسيه وعصبيا مش متزن مش مظبوط. نتمنى له ان هو يرجع زي ما كان واحسن من الاول باذن الله. حسين السيد، مين شايف حسين السيد السنه دي؟ يعني مش عارف حسين السيد فارق في ايه؟ فارق في ايه يعني؟ يا ترى حسين السيد فارق في ايه، ولا مؤثر في ايه، ولا واضح في ايه، ولا بارز في ايه عشان يتاخد؟ انت طبعا واخده على اثر ان احمد فتوح مصاب. طب ماشي، هو انت كده ما عندكش غير احمد فتوح، وفي حاله ان احمد فتوح مصاب فبتاخد اي حد؟ يعني حسين السيد ايه اللي عمله من السنه اللي فاتت، بلاش السنه اللي فاتت، الموسم دوت، عشان تسلط عليه الضوء وتاخده في قائمه المنتخب؟ هل انت بتجرب لعيبه؟ هل انت محتاج تشوفه مع المنتخب؟ طبعا فيتوريا اكيد ليه وجهه نظر، واكيد كلنا هنشوفها، واكيد هنشوف اللعيبه ديت هتستحق ان هي تكون موجوده في المنتخب اصلا ولا لا، خصوصا ان احنا داخلين على تصفيات افريقيا. واللعيب اللي بعد كده عبد الله جمعه. عبد الله جمعه شارك في كام مباراه مع نادي الزمالك. عبد الله جمعه طبعا موهبه جامده جدا، موهبه فذه، باك شمال على اعلى مستوى، راجل عنده حلول، راجل عنده سرعه، راجل عنده قوه، لكن بقاله فتره كبيره وطويله جدا ما بيشاركش مع الزمالك. شفناه في اخر مباراه نزل مع نادي الزمالك اللي كانت قدام انبي اللي اتعادلوا فيها 1-1، فرق الى حد ما، عمل تواجد في ناحيه الشمال. طبعا اكيد كان هيعمل فرق، واكيد كان هيعمل اختلاف لما تطلع عمر جابر اللعيب الايمن اللي بيلعب كباك ليفت وتنزل باك ليفت مكانه، اكيد هنشوف فرق. بس دوت برضو ما يخليكش وما يديكش الفرصه ان انت تشوف عبد الله جمعه بالشكل الكافي اللي على اساسه ان انت تختاره ان هو يخش قائمه المنتخب. وده بالنسبه لعبد الله جمعه وبالنسبه لخط الدفاع. نيجي لخط الوسط، حمدي فتحي ومروان عطيه، امام عاشور، محمود حماده، محمد مجدي قفشه، عمرو السيسي، احمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، مصطفى زكي زيكو. خط الوسط فيه لغط ان انت عندك لعيب زي كريم فؤاد المتوهج منذ بدايه الموسم. هنقول عبد الله جمعه وحسين السيد ما شفناهمش، هنقول محمود علاء وتذبذب مستوى وضغط نفسي وعصبي. واحد زي كريم فؤاد، يعني ايه ما تاخدش كريم فؤاد؟ من انهي وجهه نظر؟ كريم فؤاد اللي انت قلت عليه ايه بقى؟ بعد سؤال فيتوريا عن غياب كريم فؤاد عن قائمه المنتخب رد وقال ايه؟ انا معجب بكريم فؤاد وتواجده في المعسكر الاول في اصعب لحظه له. وتواجد في المعسكر الاول في اصعب لحظه له. اصعب لحظه له ان هو ما كانش بيشارك يعني في الفتره دي. واعرف اسلوب لعبه، ولكني اريد رؤيه لاعب اخر يكون لديه القدره على اللعب في نفس مركزه. طيب هل انت واخد كريم فؤاد كباك يمين، ولا واخده كوينج يمين، ولا واخده في انهي مركز اللي انت واخد مكانه لعيب تاني عشان تشوفه؟ لو هنقول ان كريم فؤاد متاخد مكانه لعيب تاني، اعتقد من وجهه نظري ان هو هيكون احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ان انا كاهلاوي شايفه ان هو لا يصلح اللعب مع المنتخب. احمد عبد القادر اصلا لسه محتاج شغل كتير قوي على نفسه. احمد عبد القادر الموهبه الجامده جدا، الموهبه اللي مفيش منها في مصر كتير زيه، الموهبه اللي بيعرف يرقص وبيعرف يروح بالكوره لوحده وبيعرف يخش على واحد على واحد وبيعرف ياخد واحد واثنين. بس احمد عبد القادر عنده مشاكل كتير جدا محتاج يحلها. احمد عبد القادر محتاج يغير فكره، يغير اسلوب تفكيره، يغير اسلوب اداؤه في الملعب. احمد عبد القادر لعيب بيلعب لوحده، ما بيلعبش مع زمايله.
احمد عبد القادر لعيب مهاري جدا، لعيب رجله حساسه على الجون كويس جدا، لعيب بيعرف يعمل حاجات كتير في الكوره، ولكن ما بيلعبش مع زمايله كتير، ما بيبصيش كتير، الكرة بتطول في رجله كتير، ساعات بيأخر الهجمة تكون رايح بمرتدة الكرة توصل لأحمد عبد القادر، بدل ما يروح ويسرع الريتم ويباصي اللعيب، لا ده بيقف على الكرة وبيرجع بيها عشان يرقص ويروح ويجي ويعطل هجمة اللي هي ممكن تكون هجمة خطرة للفريق اللي هو بيلعب فيه. فبالنسبة لأحمد عبد القادر أصلا كان لا يصلح إن هو يكون موجود في قائمة المنتخب، واللي كان يصلح طبعا بكل جدارة وكل استحقاق، وشفنا طبعا منذ بداية الموسم، مش هقول لك آخر ماتش ليه عشان جاب جونين وعمل جونين، لا انت منذ بدايه الموسم وانت شايف كريم فؤاد ونجمه بيسطع وبيلمع جدا مع مارسيل كولر اللي يعتبر شال التراب من على كريم فؤاد وبينه جدا في مركز الوينج اليمين. فدوت كان بالنسبه لي في خط الوسط. نيجي لخط الهجوم اللي اختار فيه 3 لعيبه اللي هم مروان حمدي ومحمد شريف واحمد ياسر ريان. وانا مش عارف بصراحه اختيارات فيتوريا جت على اي اساس في القايمه دي بالذات. انت مختار مروان حمدي ليه؟ عشان هو لعيب منتخب قبل كده؟ طب هو بيعمل ايه اصلا مع فريقه؟ يعني مروان حمدي السنه اللي فاتت لعب مباراه قدام الاهلي، مباراتين، لعب 4 مباريات، حلو. منذ بدايه الموسم ايه اللي عمله؟ هل مفيش غيره؟ نيجي لتاني لعيب محمد شريف. محمد شريف لسه ما فاقش، محمد شريف لسه مش في تركيزه. ماشي، محمد شريف يستاهل ان هو يكون موجود. احمد ياسر ريان طبعا يستحق ان هو يكون موجود. احمد ياسر ريان اللي فيه استغراب كتير جدا ان النادي الاهلي استغنى عنه. احمد ياسر ريان موهبه فذه، موهبه صاعده جامده جدا، النادي الاهلي ما عرفش يستغلها، قفله استغنى عن جهوده ان هو يكون لعيب ضمن فريق النادي الاهلي. فبصراحه يعني اختيارات بعضها غير موفق. انت رايح تلعب بلجيكا، انت رايح تلعب دي بروين، رايح تلعب لوكاكو، رايح تلعب كورتوا، انت مدرك انت رايح تلعب مين؟ ولا انت ما بتعرفش اللعيبه ديت؟ ولا انت فاكر ان اللعيبه اللي معاك دي مين؟ انت رايح للفيضان. ربنا يستر علينا وما نخرجش بنتيجه مذله من المباراه ديت، وتعدي على خير وسلام. بتخلص حلقتنا النهارده من استوديو مادة. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ومش عايز افكرك اخويا واختي ان فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه عشان تدعم اخوك وحبيبك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سهله مفيهاش حاجه، عشان دايما تقف جنب اخوك وتساعدني ان انا اكمل في طريقي. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده من استوديو مادة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.